الست اللي قدامك دي كانت فاكرة انها خلصت كل فرص النجاة. 10 سنين بتحارب السرطان، كيماوي، اشعاع، علاج مناعي، بس ولا حاجة نفعت. السرطان بيفوز كل مرة لحد ما قررت تدخل تجربة طبية غريبة. وهي ليه ما ندربش جهاز المناعة يحارب السرطان؟ جهاز المناعة بيخاف يهاجم خلايا جسمك لان معمول فيه نظام تحكم داخلي بيوقفه لما يحس الخلية من اهل البيت. وواحد من الانظمة دي بروتين اسمه كش، وده بروتين بيقول للخلايا المناعية استهدي بالله، دي خلية مننا ما تهاجميهاش. بس السرطان للاسف بيستغل النظام ده لانه اصلا خليه من جسمك، فبيتنكر كويس جدا وبيعدي وسط الزحمه. وفي حالات قليله شويه خلايا مناعيه اسمها التيلز بتقدر تميز الخلايا السرطانيه وتوصل للورم. بس المشكله انها لوحدها لان بروتين كش موجود وشغال وبقوه، فهي ما بتكونش قادره تعمل حاجه. العلماء قالوا طب ما تيجي نجرب الاتي، ناخد شويه خلايا من خلايا التيلز من جسم المريض، نعدل الحمض النووي بتاعها بتقنيه اسمها كريسبر كاس 9 ونمسح منها جين الكش اللي بيوقف نشاطها، وبعد كده نرجعها للمريض تاني، بس بعد ما نكون ضاعفنا عددها ل 100 مليار خليه مقاتله. وده اللي عملوه مع ايما ديمري. الخلايا دخلت جسمها بعد ما شالوا منها بروتين كش اللي قلنا عليه واللي بيعتبر الفرامل، واللي حصل ان الخلايا اتعرفوا على السرطان وهاجموه من كل ناحيه وقضوا عليه تماما. وبكده ايما تعافت تماما بقالها سنتين تقريبا. بس في مشكله، وهي ان ايما كانت واحده من 12 مريض في نفس التجربه، بس هي الوحيده اللي تعافت تماما. وللاسف العلماء مش عارفين السبب بالظبط، بس المختلف هنا ان العلاج ده لو نجح فهو مش بيعتمد على نوع السرطان نفسه، لكنه بيعتمد على جهاز مناعتك انت. يعني مش علاج لسرطان معين، ده اسلوب ممكن يتطور ويبقى علاج للسرطان نفسه بغض النظر عن نوعه ومكانه، بطريقه ممكن تنفع كل مرضى السرطان في العالم. متنسوش تدعوا لهم، تعملوا فولو، وسلام.